تخيل انك بتكلم روبوت وهو بيفهم وبيعمل كل اللي انت بتقوله عليه، بس السؤال هنا هو فهم كلامي ازاي وفهم انا بقوله ايه؟ خليني اشرح لك الموضوع ببساطه. الذكاء الاصطناعي او الروبوت هو ما بيفهمش كلامك ولا بيفهم كلام البشر، هو ما عندوش دماغ اصلا، ولكن هو عنده ارقام. اي جمله انت بتقولها له الروبوت بيحولها لارقام بشكل اوتوماتيكي. يعني بدل ما يشوف جمله افتح الباب هو بيشوفها قيم او كارقام، ويبدا يقارن هل الجمله دي شافها قبل كده ولا لا، ولو شافها او شاف شبهها بيبدا يتوقع اللي المفروض يعمل. خليني اديك مثال بسيط. لو انا قلت له شغل النور، هو مش فاهم كلمه نور او كلمه شغل، هو بس متعلم ان الجمله دي غالبا معناها تشغيل جهاز معين. اللي بيحصل في الخلفيه ببساطه ان هو حول للارقام ويبدا يتوقع رد معين. الغريب بقى انه احيانا بيفهمك حتى لو انت بتتكلم غلط. ليه؟ هو مش بيفهمك، هو بيبدا يتوقعك. فالذكاء الاصطناعي هو مش بيفهمك، هو بيحسبك، ولكن الفرق ده هو اللي هيغير العالم كله. تابعني واعرف الجديد علشان الذكاء الاصطناعي هيغير العالم كله.